السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا ومتابعينا الكرام. صلوا وسلموا على سيدنا محمد. اعمل اشتراك، اعمل لايك، اعمل مشاركة، بس أهم حاجة تصلي على سيدنا محمد حبيبنا شفيع الأمة وكاشف الغمة. محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تعالى بقى يا حبيبي عشان أقول لك السلك لما بيبقى مقطوع مثلا كده عندك، وغالبا يعني بتبقى الرطوبة عامل الجو هي السبب في قطع السلك يعني. وانا مش عارف سيادتك، يبقى تجيب احسن فني عشان ما تضيعش الدنيا كلها وتعمل قفله في الجهاز والكلام ده كله. تمام. زي ما انت شايف كده، لو مقطوع هتقطعها خلاص وهتقشر منها، شيل السلك. تقوم جاي كده شايل الحته البيضه دي كده يا بابا، كده اهو، وتسيب الشعر وبعد الشعر عن النحاسه زي ما انت شايف كده. تمام. بس قامت الشد اهي. تقوم جايب التانية كده، دي كده اهي يا بابا. اعمل كده اهو بسرعه. هنعملها تاني، نقشرها تاني كده، نبدأ تاني الفيديو اهو. واقوم مقشرها زي ما انت شايف كده. على فكرة في اصلا قطر معين للتقشيرة، ده مش القطر ده، على فكرة في قطر معين تاني اصلا تحط في السلك وتقوم لافف من فوق كده وقوم قاطع، بس ده بتبقى للفنيات مش لحسياتك يعني. تمام اهو كده. ده طبعا المجال مفتوح حاجات تانية كتير مش اللي انت شايفه ده بس يعني. وتقوم جايب السلكتين على بعض وتقوم باعت الشعر على النحاسة كده، حتى السلوفان مش مشكلة ممكن تسيبها، بس اهم حاجة تتأكد ان الشعر بعيد عن النحاسة. وتقوم عامل وصلة كده اهو، لففهم وتقوم مجرب، بس خلي بالك وانت بتجرب. يلا سلام.